كتير مننا بيحس إنه محبوس في دايرة بيكرر نفس اليوم كل يوم. الحقيقة إن عند سن ال 35 95% من شخصيتنا بتبقى عبارة عن برمجة متخزنة. بس التغيير الحقيقي بيبدأ بحاجة أبسط بكتير، لحظة وعي واحدة. وهنا بيجي السؤال المهم، هل ممكن نعرف نفسنا برؤية للمستقبل بدل ذكريات الماضي؟ القوة دي مش بره، القوة دي جوانا، وكلها بتبدأ بفكرة واحدة بس. دي هي قوة الاختيار، إننا نقدر نختار صح أحسن وسعادة أكبر وطريق جديد. أول خطوة، راقب أفكارك القديمة من غير أي حكم عليها، بس شوفها وهي بتعدي. بعدها لازم نعلم جسمنا يحس بالمستقبل ده دلوقتي. الفكرة بتبعت الإشارة والإحساس بيجذب الواقع. الجمود ده بتاع زمان، القوة الحقيقية دلوقتي زي المية في المرونة والسماحة. لما نغير طريقة تفكيرنا وأفعالنا ومشاعرنا، إحنا فعلياً بنغير شخصيتنا نفسها. ولما الشخصية بتتغير، الواقع الشخصي لازم يتغير معاها. ده قانون الحياة. في كل لحظة عندنا حرية الاختيار. يا ترى إيه الفكرة الجديدة اللي هنختارها النهاردة؟